ليه لازم نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ببساطة كده، عارف لما تكون ماشي في سكة ضلمة خالص كده على الآخر وفجأة تلاقي في كشاف نور لك الطريق، نور لك السكة، بقت الدنيا كلها نور كده. أولا يا سيدي هقول لك إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش محتاج صلاتك، لأن ربنا سبحانه وتعالى والملائكة قايمين بالواجب وزيادة. بالعكس احنا اللي محتاجين ان احنا نصلي عليه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا كذا سبب من اسباب ان احنا نصلي عليه. اول حاجة فك الكرب. الصلاة عليه بتفتح اي باب مقفول، عاملة زي بالظبط الماستر كي اللي بيفتح اي طبلة مصدية. دي الصلاة عليه. تاني حاجة راحة البال. لما تكون مخنوق والدنيا كده مضلمة في وشك ومتضايق وقرفان ومش عارف تعمل ايه والكلام ده كله، والدنيا حاطة عليك، فلما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بترتاح وقلبك ينشرح، وتبدأ كده الدنيا تتفتح لك، ويبدأ في تفكيرك يتعمق، وكل حاجة بتتسهل بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ده تاني حاجة. تالت حاجة عشم في الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بتكون شفيعة لنا يوم القيامة. يعني لما تقف إن شاء الله، لما تقف في الزحمة الكبيرة يوم القيامة، سبب صلاتك أو سبب الصلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو الوحيد اللي هيقول ما بين الأنبياء كلهم أمتي أمتي، فإحنا بنصلي عليه علشان يعرفنا وعشان يشفع لنا يوم القيامة. الصلاة عليه هي البركة في يومك، وهي النظافة اللي بتغسل قلبك، وكل ما تصلي عليه كل ما حبك يزيد ليه، وكل ما تصلي عليه يصلي عليك ربنا 10 مرات أو 10 أضعاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. كل ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم ربنا بيذكرك عنده ويصلي عليك صلى الله عليه وسلم، يعني بيصلي عليك في اليوم 1,000,000 مرة.